السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ مش بخير؟ رب لك الحمد والشكر. النهارده ايه؟ اعمل كبده سريعه كده. بصوا يا انا بدات فيها، بس انا برضو قلت اوريها لكم. انا خرطت شويه بصل حلوين كده، وقرنين فلفل اللي كانوا عندي يعني في التلاجة ملونين، حطيتهم. وحطيت واحده مرقه دجاج وشويه فلفل اسمر وشويه ملح، ورحت ايه مشوحاهم اهم. تمام. انا هعمل ايه؟ هعمل كبده بطريقه حلوه ايه وتكفي كذا نفر. تمام اهو. خليها كده ايه تستوي. وهنا ايه خرطت طماطمتين، ما رضيتش اضربهم في الخلاط بصراحه اني تعبانه شويه. وقرني فلفل عليهم اهو. حطيت برضو نص، انا حطيت هنا نص واحده مرقه دجاج وهنا النص. وسلقت شويه مكرونه اهو، هحطهم عليهم. يعني ايه سهله خالص. خرطت بصلايه صغيره، انا عملتها بالبصله المكرونه. ورحت مخرطه الطماطم وحطها معلقه صلصه وقرن فلفل، مفيش غيره. تمام. وهنا جبت نص كبده اهو، هحطه على الخلطه دي. شوفوا دبلت خلاص اهي، شايفين جمالها؟ عشان ايه تكتر العمليه شويه اهو. حطها كده اهو. جايباها ايه من الراجل اللي هو جنب فتح الله ده، حاجته جميله ورخيصه ب60 جنيه النص. شايفين؟ اللهم صل على النبي بقت كتير ازاي. ليه؟ لان خرطت بصل عليها وفلفل، وتتشوح كده ايه وتبقى عسل العسل. شويه بقى ملح من عندك كده وحبشيها عشان تبقى طعمها حلو زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين جمالها؟ تتشوح. نحطها على نار واطيه اهي عشان تتشوح بس. تمام. والمكرونه اهي خلاص هحطها، واتفرجوا على الجمال بقى. شايفين المكرونه اتعملت اهي؟ بصوا شكلها جميل ازاي. هقول لك على سر بقى في المكرونه دي. انت بتعمليها يا عيني وتلاقيها ايه استوت، يعني نص سوا، بتسيبيها شويه كده. بس لما تيجي بتشطفيها بتلاقيها ايه عجنت. لا ما تشطفيش المكرونه. اما تسلق المكرونه حط لها ندعه زيت كده عليها وسيبيها في المصفى، عشان الخروم اللي فيها ديت بتعبي ميه، واما تيجي تعمليها تلاقيها عجنت. فانت ما تشطفيش المكرونه، اغسليها بس، قصدي صفيها في المصفى وحط لها شويه زيت. واعملي الصلصه. بص انا قطعت الطماطم بصراحه النهارده مش قادره اضرب في الخلاط، وحطيتها شويه مرقه دجاج، شويه فلفل اسمر وشويه الملح. نص واحدة مرقة دجاج حطيتها. تمام. وهنا عملت البتاع اللهم صل على النبي الكبدة. طبعا انتوا عارفين يعني سهلة. شوية الزيت، وخرطت شوية بصل حلوين كده، بصلتين كبار كده على مزاجكم، وكم قرن فلفل، وشوحوهم يا دوبك تشويحة بسيطة بشوية الزيت والفلفل الأسمر، ونص واحدة مرقة دجاج كده عشان طعمها حلو، وشوية الفلفل الأسمر والملح. وحط الكبدة عليها وتشويحتين 3 كده هتلاقيها استوت. بصوا جمالها. يعني سهلة، حاجات سهلة وسريعة لو انت مش فاضية تعمليها. بصوا جمالها حلوة قوي، هتعجبكم والله. اعملوها بس بالطريقة دي وهتعجبكم قوي. كلوها كده وانتم متهنيين يا رب. حاجة سريعة كده. انا جبت الكبدة من الراجل اللي جنب فتح الله ده، اللي هو في الشارع بتاع الباب بتاعه ده، باب فتح الله. والله كبدته عسل. وانا بكشف هناك لقيناها حلوة انا وبناتي. انا كانت معايا بنتي منور وكان معايا دنيا. لقينا الكبده ايه ريحتها جميله قوي. والله فعلا فعلا جميله فعلا. انت عارفين لما بقول على حاجه حلوه حلوه، مش حلوه خلاص. طعمها ولا البلدي. النص ب60 جنيه، يا بلاش. جبت نص وعملناه النهارده الحمد لله وهنقضي بيه. يلا اعملوها وتهنوا كده يا رب حبايبي. مع السلامه. معلش نسيت اقول لكم ان النهارده ليله الاسراء والمعراج، الدعوه فيها مجابه. ربنا يكفيكوا شر المرض ويسترها معاكم ويخلي لكم ولادكم وينجحهم يا رب، ويستركم ويخليكم ليهم ويرزقكم برزقهم يا إله السماء بحق الشهر الكريم ده، ويبارك فيكم وفي عمركم وفي عمر ولادكم إن شاء الله. ربنا يكرمكم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وعقبال يا رب كده 100 رجب قدام تحضروه كده إن شاء الله، ويعود عليكم الأيام بخير، ورمضان يجي كده عليكم بالخير والستر والسعادة والسلام. وكل سنة وانتم طيبين يا قلبي. مع السلامة.